سلام بنات، مرحبا بكم في قناتكم منوعات عائشة. اليوم جبت لكم فكرة شهادة تكريم بالنسبة للتلاميذ. النموذج غادي تلقوه في صندوق الوصف ان شاء الله. كما هذه شهادة تهنئة، شهادة امتياز، وهذه شهادة تهنئة، وهذه شهادة امتياز. نبدأ بشهادة امتياز ولا شهادة تهنئة. شهادة تهنئة مع شهادة تهنئة، ونخلو شهادة الامتياز مع شهادة الامتياز. ما تنسوش تضغطوا على الزر الاحمر سبسكرايب او صابون او اشتراك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. هنا عندي فكره، اذا كانوا عندك طلبيات كتار ما ديري الاوراق كامله فوق بعضها وقصي بمره واحده كما نقصوا هكذا. ها نقصوا هذا مع بعض. عندنا نفس الحجم. هاي شوفوا، نشوفوا السفلة تاني مقصوصة بنفس الشكل. شوفوا ها، كتكون عندك كونتيتي كبيرة صاي، كتكون عندك كونتيتي كبيرة تستعملي هاد الطريقة. كتكون عندك كونتيتي قليلة، والدقة تكون في تقصي كل ورقة لوحدها. هذه هي الدقة. غادي نحط لكم تاني نماذج اخرى، الوان اخرى، اقصد الوان اخرى خاصه بالبنات، الوردي، الاحمر، الاخضر. نحاول انني نقصهم كامل ونرجع ليه باش ما يجيكوش الفيديو طويل. نبداو بالنموذج هذا. نستعملوا هاد الاداه باش شوفوا الطريقه كيفاش. عندنا هذه تهنئه مع تهنئه، نحكموا هذه فوقها مباشره. نحاول اننا نقصوا هنايا هكذا. هاي ونحكموا هذه مع هنايا. قبل لا نستعملوا هذه الاداه باش يجينا الشكل مليح، نديروا الثقب هنايا عند اليد. هكا مع بعضهم نديروا ثقبة عند اليد. ها هي شوفوا جات ثقبة في الوسط. ناخذ هاد لاباراي اللي ما عندهش هاد لاباراي يقدر يستعمل برك
يستعمل حاشية كيما هذه، حاشية كيما هذه، ويستعملها على شكل بابي ويديرها ثما. النتيجة كما راكم تلاحظوا. هنايا يليق تكون متزيروهاش بزاف. شوف انا زيرتها بزاف، يليق ما تزيروهاش بزاف باش تجي حاجه مليحه. ها هي وين نعاودو نخدمو الثانيه، هذه تبقى تعطيها لها كهديه فقط. نفس الطريقه استعملوا الثانيه. نقصوا في هذا المكان بنفس الطريقه نثبتوها في هذا المكان بهذه الطريقه. بعد ذلك تكون بهذا الشكل، غادي تشوفوا النتيجه في الاخير. شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه. الى عجبتكم الفكره ما تنسوش تشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي، وغادي نخليكم نماذج كامله هذا الشكل ونماذج اخرى في صندوق الوصف. تحياتي منوعة عائشة. شكرا، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.